السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا بوسلام برو. خليكم اخوتي مع الفيديو. الفيديو مشينشين الاعلام الجزائري خرج لنيشان يخرج لنيشان اقصد اخليهم اخوتي يديروا ما بغاو. خليكم رجع من بعد ان شاء الله. افريقيا تحتاج الى قائد حقيقي مثل الجزائر، لاني اذكر كلام قاله الرئيس عبد المجيد تبون في وقت سابق، انه لما يذهب الى افريقيا يسالون اين هي الجزائر، يقول يعني وكانهم اشتاقوا لرؤيه الجزائر في المنابر الافريقيه على الاقل. افريقيا تحتاج الى قائد مثل الجزائر يقودها في مجلس الامن في الامم المتحده، يقودها لعضويه دائمه في مجلس الامن. عفوا نعم. تحتاج الى قائد حقيقي استاذ. بكل تاكيد، لانه حتى السيد الرئيس عبد المجيد تبون في احدى ندواته الصحفيه قال بانه عندما نذهب الى الاتحاد الافريقي يسالوننا اين انتم في اطار الاتحاد المغاربي او اتحاد المغرب العربي كتكتل، وكل التكتلات يجبها قائد، والقائد يجب ان توفر فيه شروط معينه. صحيح. انظر مثلا في اوروبا الناتو كتجمع عسكري، حلف عسكري. انظر الى السوق الاوروبيه المشتركه نفس الشيء، كلها بقيادات معينه. الناتو تقوده الولايات المتحده الامريكيه، السوق الاوروبيه المشتركه على ما اعتقد فرنسا او بريطانيا او المانيا او شيء من هذا القبيل. اذا كل التكتلات عندها قيادات، ونحن في افريقيا علينا ان تكون هناك قياده. والدول على ما هي في الاتحاد الافريقي يبدو هناك دولتين على اكثر تقدير، اللي هي الجزائر وممكن مصر، وبالتالي الجزائر جنوب افريقيا ايضا ربما. نعم، جنوب افريقيا كذلك كقطب يعني سياسي وحليفه وصديقه اقتصادي كبير. نعم، وبالتالي الجزائر لها باع ولها تجربه في افريقيا، ومعروف مواقفها ايضا في افريقيا عبر التاريخ. وقلت لك منذ قليل انه العلاقات ما بين الجزائر والاتحاد الافريقي ليست فقط تتعلق بالمال والاقتصاد، وانما في الأساس ومتجددة من ناحية الثقافة ومن ناحية السياسة. أستاذ علي، هل عودة الجزائر، اهتمام الجزائر وتركيزها على إفريقيا قد يجعل بعض الدول الاستعمارية إن صح التعبير تكبح نوعا ما من توغلها في القارة الإفريقية وشهدنا هذا أولا في الآونة الأخيرة؟ هذا أولا يرتكز بالدرجة الأولى على التنمية في كل اللقاءات الثنائية وفي صحيح. كل يعني النقاشات. أيضا الجزائر الآن لا تحاضر، يعني هي تؤكد مسؤولية وضمير المجتمع الدولي بأن هناك استعمار في إفريقيا أو آخر مستعمرة في إفريقيا. يجب أيضا أن يسوى هذا الملف. كلمة الرئيس عبد المجيد تبون في قبل 9 أشهر في يوم تنصيبه رئيسا لمنتدى دول وحكومات الأفريقية ذكر هذا الأمر، ضرورة إنهاء الاستعمار في إفريقيا. يقصد به الصحراء الغربية، أم فيه ربما نوع من أنواع الاستعمار الغير مباشر في إفريقيا؟ بدون شك، ولكن المقصود بالنسبة لآخر مستعمرة في إفريقيا هي الصحراء الغربية بدون شك. الجزائر نذكر أيضا مرة أخرى بأنها ذات مواقف ثابتة شهمة تاريخية لا مساومات فيها. الجزائر تقف دائما مع القضايا العادلة، مع الشعوب المستدمرة، حتى تنال استقلالها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني. مثل ما أشار الأستاذ، الجزائر أستاذ لا يمكن أن ينكر دورها إلا جاحد فيما يتعلق بإيجاد الحلول لكل الخلافات، لكل النزاعات التي ثارت أو التي قد تثور مستقبلا داخل الدول، سواء الإفريقية والعربية والإسلامية أو غيرها أو من في العالم، يعني بالطرق الدبلوماسية بالتي يحسن بالسياسة وما إلى ذلك. الجزائر سعت من أجل هذا الغرض وأغراض أخرى حتى يكون هناك تكتل مغاربي جديد في صيغة جديدة في ثوب جديد. صحيح. يتكون من في ليبيا. بارك الله فيك. يتكون من تونس وليبيا والجزائر وفي ليبيا مثل ما ذكرتم، بعد أن عقد الاجتماع الأول هنا في الجزائر. نعم صحيح، فتحت المغرب في ندوتين صحفيتين، واحدة للرئيس تبون وأخرى لأحمد عطاف. قال هذا التكتل المغربي هذا الاتحاد، قال نحن نمد يدنا. نعم، ولكن ضد اي دوله، ولكن لمن؟ لا، كان يشير تحديدا الى المغرب. لكن انا لا ادخل في لا، قالوا صراحه. شوف استاذ سامحني صراحه، فيه بيان رسمي طلعت عليه ويقول بانه يعني كل الدول التي تقبل بالاسس التي بني على هذا الاتحاد فمرحبا بها، اما الدول التي لا تقبل بذلك فغير مرحبا. وفر له قواعد عسكريه يا رجل
نحن نتكلم على الجزائر بدون مزايدة، وهم يعرفون من هي الجزائر. هذا كن مطمئنا من هذا الباب. أنا لا مانيش نضرب هنا في خط الرمل، لكن هذه هي الحقيقة. أما أن هذا الاتحاد المغاربي بدون عضو يعني فاعل فيه، فهذا يشكل خطرا علينا، لأنه لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو تنشب حرب بيننا وبين المغاربة، الخاسر الأكبر هي الجزائر والمغرب، وليس دولة أخرى وليس طرف آخر. لهذا على العقلاء من البلدين، ونحن بالتأكيد نجنح إلى السلم وما التنمية وما بعد التنمية في إفريقيا. لو سمحت نقطة جزئية، جزئية فقط. اسمح لي الاستفزازات بصراحة يعني بصراحة ولم تتوقف، تأتي من المغرب نعم مباشرة. نعم. لم نسمع حتى هم الآن يقولون يسوقون بأن الجزائر تسوق بأن المغرب هي عدو. ولكن نعم. أول من سوق بأن الجزائر هي عدوهم المغرب، يعني القنصل المغربي في وهران. أستاذ زكي سأعطيك مثال. هذا ليس موضوعنا، هذه قضية لا مش موضوعنا، ولكن كان كلمة برك موضوع كمثال فقط. عندما صرح عمر هلال في الأمم المتحدة بأن الجزائر تحتل منطقة القبائل وما إلى ذلك، الجزائر كانت حكيمة جدا جدا صحيح. جدا في دبلوماسيتها، وطرحت السؤال على النظام الملكي: هل هذا التصريح يخص عمر هلال لشخصه أم يخص المملكة المغربية؟ وصبرت وانتظرت، وهنا هي الحكمة. مرحبا بكم يا خوتي خواتاتي في قناتكم قناتنا بوسلام برو. الاعلام الجزائري يا خوتي هذا هو حاله، ما تنفهموا في والو في نظام الكراغلا ونظام الكابرانات. كل نهار بلان جديد، كل نهار حاجه جديده، والعنوان ديالها المملكه المغربيه الشريفه. المغرب غادي تخدم، المغرب غادي تعمل، والصناعه والسياحه والرياضه وجميع مناحي الحياه الامور غاده، وهما مع الطوابير مع الامور ديالهم العكس ديال الشيء، يعني عكس ديال النجاح هو الفشل. اخوتي فشل في فشل، وحاضرين غير المملكه المغربيه. الله يهديهم، حق كبير، الله يشافيهم، الله الوطن الملك. شكرا للمشاهده، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس، لايك وانتشر الفيديو، تعليق محفز. شكرا لكم، السلام.